الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما لاح صباح عيد وأسفر. الله أكبر ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر ما فاح ذكر الله بألسن وتعطر. الله أكبر ما فرح طائع واستبشر. الله أكبر ما تجدد العيد بيننا متكرر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي شرع شرائع الإسلام وسن لنا الأعياد موسما للأفراح والسرور والبهجة والبرهان. الحمد لله الذي أقام معالم الدين للعباد. الحمد لله الذي جعل فيها الجزاء للطاعات والأعمال الصالحات. والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين. ما بعد، يا أمة الإسلام، إنه عيد أضحى العظيم، عيد شكر الله سبحانه وتعالى على ما أتانا من نعم وعطايات وهبات. عيد يجمع الصغير والكبير والرجال والنساء في صعيد واحد للتكبير والتهليل والتسبيح. عيد تكثر فيه الصدقات بين المسلمين فهنيئا به ويهنأ به الغني والفقير والصغير والكبير بعضهم بعضا. عيد تتصفى فيه القلوب وتوصل الأرحام ويقضى على الخلافات والتنازعات والضغنة والأحقاد. فبادروا يا إخوتي بصلة الأرحام وتصفية القلوب فيما بينكم والاعتذار والتسامح عن الأخطاء والتنازعات الماضية والباقية. أيها المسلمون، فإن خير الأعمال في هذا العيد العظيم هو ذبح الأضحية لله سبحانه وتعالى، إحياء لسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وامتثالا لقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقوله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانهر. وأما وقتها فقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقت ذبحها، حيث يجب على المضحي أن يذبحها بعد انتهاء صلاة العيد مباشرة، ويمتد وقت الذبح من صلاة العيد حتى غروب الشمس يوم الرابع. ويجب عليك أيها المضحي أن تراعي بعض الشروط لتكون أضحيتك صحيحة ومقبولة بإذن الله، ولها شروط معلومات لا أريد أن أكرر عليكم وأنتم تعلمونها إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، لقد أباح ديننا الحنيف للمضحي أن يأكل من أضحيته قدر ما شاء ويوزع على الجيران والفقراء ما شاء أيضا. هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن من علامات الإيمان في قلب المؤمن استنكار المعاصي وضيق صدره بها، فمن وجد في نفسه ذلك فليحمد الله عز وجل على حياة قلبه. ثم اعلموا أن كل ما يقع في هذا الكون مما نحب ونكره هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة، وهو الحكيم العليم. ومن تلك الحكم العظيمة أن يتميز أهل الإيمان وتعظم أجورهم بصبرهم على الطاعة وصبرهم عن المعصية. يقول ربنا سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم.
فاصبروا يا عباد الله واثبتوا واجتهدوا في صلاح أنفسكم وأهل بيوتكم ولا تغتروا بكثرة الهالكين، واحمدوا الله الذي عافاكم مما ابتلاهم به. وتذكروا دائما وأبدا أن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وأن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصانا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، وما ربك بظلام للعبيد. وأبشروا يا عباد الله فالله سبحانه لا يصلح عمل المفسدين والله هو العزيز الحكيم. ثم أهنئكم لعيدكم بعيد مبارك، وبارك الله يومكم المجيد، وأدام عليكم السعادة والسرور، وأفاض عليكم البهجة والحبور، وتقبل منكم الطاعات، وأدام عليكم المسرات، وغفر لكم ذنوبكم، وأسعد بالخيرات قلوبكم، وحقق لكم آمالكم، ووفقكم لصالح الأعمال. ثم صلوا وسلموا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا. وبارك الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا وجعلنا من الآعدين فائزين غانمين في كل عام بخير وسلام. هذا وصلى الله وسلم على